منذ أكثر من 50 سنة واسم بوليزاريو يتردد كلما ذكرت قضية الصحراء المغربية. لكن من تكون هذه الجبهة؟ وما أصلها؟ وما الذي تسعى إليه حقا؟ تعود القصة إلى أوائل السبعينات، حين كانت الصحراء المغربية لا تزال تحت الاحتلال الإسباني. في ذلك الوقت ظهرت مجموعة من الشباب الصحراوي المتأثرين بالأفكار الثورية المنتشرة آنذاك، وأعلنوا سنة 1973 تأسيس ما سمي بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. كان شعارهم المعلن تحرير الصحراء من الاستعمار. لكن بعد أن أعلن المغرب عن تنظيم المسيرة الخضراء سنة 1975، واستعاد أقاليمه الجنوبية بشكل سلمي بحمل القرآن الكريم في يد والراية المغربية في اليد الثانية، فتحول مسار الجبهة. فبدل أن تنضم إلى بناء الوطن، اختارت طريق الانفصال بدعم مباشر من الجزائر، التي قدمت لها المال والسلاح وسمحت لها بإقامة مخيمات في منطقة تندوف. منذ ذلك الحين يعيش في هذه المخيمات آلاف من الصحراويين، بعضهم ما زال يحلم بالعودة إلى الوطن، والبعض الآخر يعيش تحت سيطرة قيادة الجبهة، التي حولت القضية إلى ورقة سياسية تستعمل ضد المغرب. ومع مرور السنوات فقد البوليزاريو الكثير من الدعم الذي كانت تتلقاه، فالعديد من الدول سحبت اعترافها بما تسمى الجمهورية الصحراوية، بينما اعترفت عشرات الدول بمغربية الصحراء وافتتحت قنصليتها في العيون والداخلة. أما المغرب فاختار طريق السلام والتنمية، وأطلق مشاريع كبرى في أقاليم الجنوبية، وجعل من مدن الصحراء نموذجا للنهضة والتطور. أما جبهة البوليزاريو فقد أصبحت تعيش في عزلة سياسية تلاحقها التقارير الدولية التي تكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. وهكذا بعد مرور نصف قرن تبين للعالم أن قضية الصحراء ليست قضية تصفية استعمار كما تدعي الجبهة، بل قضية وحدة وطنية لشعب اختار أن يعيش في أمن وسلام داخل وطنه. جبهة البوليزاريو ليست سوى فعل عابر في تاريخ طويل من الكفاح المغربي. أما الحقيقة الثابتة فهي أن الصحراء مغربية، وستبقى كذلك إلى الأبد برعاية الله وبعزيمة الشعب لا يفرط في شبر من ترابه. في كل مغربي تسكن روح الأبطال الذين كتبوا صفحات المجد بدمائهم الطاهرة، من المرابطين والموحدين إلى المرينيين والسعديين والعلويين. في كل مغربي تسكن روح الأبطال الذين كتبوا صفحات المجد بدمائهم الطاهرة، من المرابطين والموحدين إلى المرينيين والسعديين والعلويين. لكل جيل من أبناء هذا الوطن ورث عن أسلافه شجاعة الميدان ونخوة الملوك وكرم القبائل وإصرار الرجال الذين لا يعرفون الانكسار. فالمغربي حين يرفع رأسه لا يفعل ذلك كبرياء فارغ، بل لأن في دمه جينات المجد، وفي قلبه إرث الأجداد، وفي روحه صوت التاريخ الذي يذكره دوما بأنه ابن وطن لا يرضى إلا بالقمة. هذا هو المغرب، أرض الملوك والأبطال، بلد لا تنحني رايته ولا تموت في روح العزة والكرامة. دام المغرب شامخا عزيزا، ودامت رايته خفاقة بالعز والمجد إلى الأبد. الله، الوطن، الملك.